السلام عليكم. أنا مصطفى خاطر ودي قناة حكي تاريخ. النهاردة هنتكلم عن شخصية مهمة جدا في التاريخ الحديث، وهو أدولف هتلر، ورحلة صعوده من شاب طموح لوصوله إنه يبقى زعيم ألمانيا، واللي قاد العالم للحرب العالمية التانية، وكان السبب إن الإنسانية تدخل في دوامة من الرعب والمعاناة. ولد هتلر في 20 إبريل 1889 في النمسا، وبالتحديد في مدينة على الحدود الألمانية. كانت طفولته مليئة بالتحديات الكتير، بحيث انه عانى من علاقة متوترة جدا مع ابوه، واللي كان صارم وحازم الشخصية، انما امه كانت بتحبه جدا وتقدره. اتنقل هتلر لفيينا، وبدأ في تطور اهتماماته بالفن والسياسة، ولكن محاولاته لدخول أكاديمية الفنون الجميلة فشلت فشل ذريع. وفي سنة 1913 انتقل هتلر إلى مدينة ميونخ في ألمانيا. وقتها كانت بداية الحرب العالمية الأولى، واللي حصلت في سنة 1914، وانضم هتلر للجيش الألماني وخدم كجندي في الخطوط الأمامية. وبعد انتهاء الحرب في 1918 كان موجود وحضر ألمانيا وهي بتنهار اقتصاديا وسياسيا، وده خلى المجتمع الألماني يشعر بالإحباط والغضب. وفي سنة 1920 انضم هتلر لحزب العمال الألماني، وهو ده الحزب اللي اتحول بعد كده للحزب النازي. وبسرعة الصاروخ صعد هتلر في صفوف الحزب، وده طبعا يرجع لفضل خطبه النارية. وفي سنة 1923 حاول ينقلب على الحكومة البافارية، لكن فشل وتم القبض عليه ودخل السجن. وفي فترة سجنه كتب كتابه الشهير كفاحي، وعرض فيه أفكاره عن القومية والتفوق العرقي. وبعد خروجه من السجن كمل نشاطه السياسي أكتر من الأول، وزادت شعبيته في ظل الأزمات الاقتصادية الكبيرة اللي كانت بتعاني منها ألمانيا وقتها. واستغل هتلر المشاعر الوطنية للشعب لتعزيز سلطته، لحد ما بقى مستشارا لألمانيا في عام 1933. وبمجرد وصوله للسلطة بدأ تنفيذ سياساته التوسعية، وتحت حكمه حصلت الحرب العالمية الثانية في سنة 1939 مع اجتياح بولندا، وده أدى لاندلاع صراع عالمي. وتميز حكم هتلر بجرائم كتير ضد الإنسانية، ومن أكبرهم وأشهرهم الهولوكوست، اللي قتل فيها ملايين من اليهود وغيرهم من الأقليات المنتشرة. ومع مرور الوقت بدأت قوات التحالف في هزيمة ألمانيا، وده كان في سنة 1945. ولما لقى إن خلاص مفيش فايدة وكده كده هيتهزم، انتحر هتلر في مخبأه في برلين، وساب وراه أثر من الدمار والمعاناة. وفي الآخر هتفضل قصة هتلر دي بتسيب أثر مؤلم لبعض الكيانات في تاريخ البشرية، وطبعا احنا عارفين هم مين. أتمنى الحلقة تعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير، واكتبوا لنا في التعليقات حابين نتكلم عن شخصية مين في الحلقات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.